كارثة حقيقية ومشاهد تقطع القلب بعد وفاة الأسرة كلها في حريق شقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وقبل ما نقولك اللي حصل لازم الفيديو ده تنشره بشكل واسع وتحذر غيرك من قنبلة موقوتة في كل بيت، وكتير مننا بيعمل اللي بيفجر القنبلة دي في أي لحظة. عسى يكون نشر الحادثة دي على نطاق واسع إنقاذ ناس بتعمل كده وحياتهم في خطر. بلاش نسيب الشاحن في التليفون طول الليل، وبلاش نسيب التليفون في الشاحن وننام، لأن اللي حصل في الأسرة دي بسبب شاحن تليفون، ودي مش أول حادثة من نوعها. وعشان كده بنأكد على الجميع بعدم ترك التليفون في الشاحن طول الليل. اللي حصل للأسرة دي إن الشاحن كان بيشحن تليفون وهم نايمين وفي شقتهم اللي في شارع عزيز المصري المتفرع من شارع بيجام في شبرا الخيمة، وبسبب الشاحن ده حصل ماس كهربائي في الشقة اللي اتحولت لجحيم في لحظات. الشقة دي فيها الأم وأطفالها الأربعة وجدتهم، منهم طفل رضيع و3 صغار، منهم واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولما النار مسكت في الشقة كانوا نايمين، ماتوا كلهم وهم نايمين مختنقين، وبعدين النار وصلت لجسامينهم وحولتهم لفحمة. أيوة، للأسف الجسامين اتفحمت كمان. الأهالي شافوا النار طالعة من الشباك، طلبوا المطافي وحاولوا يفتحوا باب الشقة، لكن كان فيه باب حديد، وشهود عيان قالوا إن الباب تعبهم جدا على ما فتحوه، خاصة إن كان فيه ماس كهربائي، وقالوا إن كلهم اتفحموا، لكن الصغير اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة كان لسه عايش، لكنهم ما قدروش يلحقوه ومات مخنوق من الدخان. كمان الأهالي قالوا إن الشارع ضيق والباعة وأصحاب المحلات كانوا فرشين فيه، وده اللي عطل عربيات الإطفاء من الوصول بسرعة لمكان الحريق. مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بتوثق محاولات الجيران اللي قصادهم من الناحية التانية وهم موصلين خرطوم مية وبيحاولوا يطفوا النار من الشباك، لكن النار كانت أقوى من إن الخرطوم ده يعرف يطفيها ويسيطر عليها. مشاهد تانية بتوثق وصول سيارات الإسعاف وهي بتنقل جثث الضحايا لمستشفى ناصر العام، في حين الجهات المختصة فتحت تحقيق وانتدبت المعمل الجنائي لعمل معاينة وتحديد سبب الحريق. في النهاية عايزين نقول الشواحن المضروبة خطر، والنوم جنب الشواحن خطر، والمشتركات الرخيصة خطر، وكمان البيوت اللي ما فيهاش طفايات حريق، والتعديات والإشغالات اللي بتاكل من الشارع وتقفله خطر، كمان البياعين اللي قافلين الشوارع خطر، وربنا يسلم الجميع.